المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة. معكم فيها قاسم أحمد، والبادئ كالعادة بأهم وأبرز العناوين. افتتاح ورشة عمل حول تطور الخطة الاستراتيجية للقطاع الصحي. نفير لحصاد مزارع كتاي. عمليات جراحة العيون لحوالي 1000 مواطن في مستشفى كرن. ترامب يعتبر انتقادات ماكرون لحلف الأطلسي بغيضة للغاية. القمة الأممية للمناخ تبدأ أعمالها في مدريد لمواجهة الاحتباس الحراري. وباريس تتوعد واشنطن بعد تهديدها بفرض رسوم جمركية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. افتتحت اليوم الثالث من ديسمبر في العاصمة أسمر ورشة عمل حول تطور الخطة الخمسية الاستراتيجية للقطاع الصحي والخطة الوطنية وتنفيذ التأمين الصحي. وألقت وزيرة الصحة أمينة نور حسين كلمة الافتتاح، قالت فيها أن رؤية السياسة الصحية الوطنية ترتكز على توسعة وتأمين خدمات صحية ناجعة تضمن صحة المواطن، وأن الخطة الخمسية الاستراتيجية الموضوعة لتطبيق هذه الرؤية كانت جيدة في كثير من المجالات، حيث تحققت إنجازات باهرة في انخفاض نسبة وفيات الشباب والأطفال وكذلك الأطفال ما دون 5 أعوام، موضحة ارتفاع معدل أعمار المواطنين الذي كانت 49 عاما في العام 1995 إلى 64 عاما. وقدم في المناسبة ملخص أولي للخطة الخمسية الاستراتيجية في القطاع الصحي وتم مناقشتها. من جهته قدم المدير العام لقسم الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور عند برهان تسفاسيون تقريرا مفصلا حول مستوى وأولويات الصحة العامة في إريتريا، وخاصة الأعمال الفعالة الجارية للسيطرة على الأمراض المعدية وغير المعدية والملاريا وتقدم تلك الأعمال، وكذلك الإنجازات التي تحققت في الحد من العادات الضارة والتحديات التي تواجه تلك الإنجازات. وأشار الدكتور عند برهان في تقريره إلى إجراء فحوصات طبية قلبية ل9000 طفل بداية من العام 2012 في 80 مدرسة، موضحا بأن 70 منطقة في مدينتي أسماط وهبر أعلنت عن خلوها من ختان الإناث بفضل حملات التوعية الجارية للحد من العادات الضارة. وشهد ممثلو صندوق الطفولة بالأمم المتحدة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الشعب بالأمم المتحدة في الكلمات التي ألقوها في المناسبة بالإنجازات التي حققتها إريتريا في كافة المجالات الصحية، والتي لا زالت مستمرة في جهودها لتحقيق إنجازات أكثر فعالة في هذا الشأن. هذا وسوف تستمر الورشة حتى 5 ديسمبر الجاري. يقوم أعضاء قوات الدفاع بحصاد مزارع كتاي في مساحة حوالي 4000 هكتار بالنفيرة. وأوضح مسؤول المشروع السيد حبن تسفى يوهانس زراعة أكثر من 3500 هكتار بالذرة والدخن وأكثر من 300 هكتار بالسمسم في موسم الأمطار هذه السنة. وقال إن عددا كبيرا من أعضاء قوات الدفاع والجيش الشعبي يقومون بنفير بالتعاون مع التصدي التنموي للمنطقة الغربية لحصاد المحصول الزراعي، وقد تم حصاد 1000 هكتار خلال أسبوع. وأوضح المشاركون في الحصاد تفانيهم في العمل إدراكا لأهميته. وشهد مسؤول مشروع كتاي السيد حبن بالكادر الزراعي القادم من الكليات والسكان وقوات الدفاع للإسراع في عملية الحصاد. هذا وقد تم حصاد مساحة أكثر من 1500 هكتار بالنفير في قرست، ويجري جمعها بالدقاقات العالية. قام مستشفى مدينة كرن المرجعي بعمليات جراحية للعيون لأكثر من 1000 مواطن للقادمين من كافة مناطق إقليم عنسبة وكذلك مناطق القشبركة وشمال البحر الأحمر المجاورة لعنسبة. وأشار مسؤول قسم العيون في المستشفى السيد كحساسيوم إلى إجراء عمليات جراحة زرقاء العين لأكثر من 700 مواطن، إضافة إلى متابعة الأمراض العيون الجارية باستمرار، فيما أجرت لأكثر من 230 آخرين عمليات جراحية خفيفة. وذكر السيد كحساي بأن زرقاء العين والتراكم من أهم الأسباب السائدة المؤدية للعامة في الإقليم، ويمنح اهتمام أكبر لمعالجتها، كما أنهم يعالجون أمراض العيون الناجمة عن الحوادث والإصابات والالتهابات.
وأضاف السيد كحساي بأن زرقة العين الناجم عن تقدم السن وعدم متابعة تطعيم الأطفال إضافة إلى عدم الاهتمام بالنظافة البيئية والجسدية من أهم الأسباب المؤدية إلى الإصابة بأمراض العيون. وذكر بأن القسم يوجد في الوقت الحالي في أوضاع جيدة من حيث الكادر الصحي والأدوات الطبية، مما ساعد ذلك إلى نقله لمرحلة تقديم خدمات عيون متكاملة. في الختام، أوضح مسؤول قسم العيون في مستشفى كرن السيد كحساي سيوم بأن التركيز على الوقاية من الإصابة بأمراض العيون والعمل لمكافحته والإسراع إلى المستشفى في حال ظهور أمراض العيون والحد من العلاج التقليدي والذاتي يعد من أهم السبل التي يجب اتباعها. زادت نسبة النجاح في امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2018-2019 بأكثر من 3%. ودعا مسؤول التعليم في الإقليم الأستاذ رشيد محمد عثمان في الاجتماع التقييمي الذي عقد في مصوع في 2 ديسمبر تعزيز تشجيع ومتابعة المعلمين والمدراء وأولياء الأمور لرفع كفاءة التعليم. وأوضح بأن الكثير من المدارس نجح طلابها بنسبة 100% في امتحانات الفصول، لكن النجاح يتخصص في الامتحانات الوطنية، وعلى المدارس معرفة الأسباب وإيجاد الحل لها. وأوصى الاجتماع تقييم إدارة التعليم في جميع المراحل ودراسة النتائج المتدنية للطلاب وإيجاد الحلول لها. وقدم المدير العام لقسم التعليم العام في وزارة التعليم السيد موسى حسين نايب توضيحا على الاستثمار الذي جرى في السنوات الماضية لتوسيع خدمات التعليم ونتائجها، وأكد العمل على مراحل لإصلاح النواقص والقصور. قدم دعم عيني ل7 أسر محتاجة ترعى 20 طفلا يتيما في إدارات ضواحي كرشملا وأندرايب وأدارة وولة أبرق وأوغوستي في مدينة غردات أقليم القاش بركة. وذكر مسؤول مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية غردات السيد يمانيك فلو بأنه تم توزيع 12 من الماعز والأغنام لكل أسرة، والبرنامج يجري مواصلة للبرامج التأهيلية الجارية لدعم ومساعدة أسر الشهداء والأسر المحتاجة الرعية للأيتام. وأكدت الأسر المقدم لها الدعم على بذل جهود حثيثة لتحسين حياتها المعيشية والتقليل من مشاكلها. نظمت وزارة الزراعة دورة تدريبية ل50 مزارع في مدينة علا برعد لتخزين الذرة بهدف تدعيم الوسائل التقليدية وإدخال الوسائل العلمية. وأوضحت مسؤولة قسم الزراعة والأراضي بالإنابة في إقليم عنسبة السيدة كبرى قبر مسغل في الدورة التدريبية أن التدريب الذي بدأ بعدد محدود سيتواصل بتوسع داعية المزارعين توخي الحذر من استخدام المبيدات الحشرية لتأثيرها المضر. وأشار المزارعون إلى إدراكهم بأن الوسائل التي كانوا يستخدمونها لجمع المحصول وتخزينه كان لها بعض الإشكاليات، منادين لتوسيع الدورة التدريبية. وقال مسؤول تنمية النباتات في مديرية علا برعد السيد فصم والدزقي أن هدر الذرة نتيجة التخزين السيء يصل إلى نسبة 25%، وتساعد الدورة التدريبية ذلك. وحث مدير مديرية علا برعد السيد محمد حامد عشكراي استمرارية مثل هذه الدورات التدريبية لتعميم الفائدة. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم أوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم على أنباء العالمية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن انتقادات نظيره الفرنسي مانويل ماكرون لحلف الشمال الأطلسي ووصفه بأنه في حالة موت دماغي مهينة وبغيضة. وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للحلف ينسن ستولتنبرغ قبيل القمة أن حلف الشمال الأطلسي يقوم بمهمة رائعة. وفي إشارة إلى تصريحات ماكرون قال: أعتقد أن ذلك مهينا للغاية، واصفا إياها بأنها بغيضة بدرجة كبيرة جدا بشكل أساسي بالنسبة للدول 28.
ودافع ترامب عن ستولتنبرغ مشيرا إلى أن أعضاء الحلف زادوا بشكل كبير إنفاقهم الدفاعي بفضل ضغوطاته. هذا وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعرقلة خطة حلف الشمال الأطلسي للدفاع عن دول البلطيق إلا إذا صنف التحالف وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا على أنها جماعة إرهابية. ويواجه حلف الشمال الأطلسي الذي يعقد قمته السبعين في لندن الكثير من التحديات يأتي على رأسها رأب الصدع بين مجموعة من الدول الأعضاء نتيجة التراشق الكلامي بينها. بدأت أعمال قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يلتقي ممثلو 200 دولة في مسعى لمد سكة تنطلق عليها قاطرة الحد من الاحتباس الحراري وفقا لاتفاقية باريس الموقعة في العام 2015، والتي تدعو إلى خفض ارتفاع حرارة الأرض بأقل من درجتين مئويتين. القمة الأممية التي يشارك فيها أكثر من 50 زعيما تستمر لأسبوعين، ويتولى رئاستها وزيرة البيئة في تشيلي كارولينا شميت، التي كانت من المقرر أن تستضيف بلادها القمة، غير أن المظاهرات التي تشهدها تشيلي ضد حكومة سانتياغو دفعت باتجاه تغيير مكان القمة واختيار مدريد مكانا لانعقادها. وقال أنطونيو غوتريش الأمين العام للأمم المتحدة لدى افتتاح الدورة 25 لمؤتمر الأطراف 25 في مدريد، مخاطبا ممثلين نحو 200 دولة موقعة على اتفاقيات باريس، وبينهم نحو 40 رئيس دولة وحكومة، إن البشرية التي تعاني من عواقب تغير المناخ يجب أن تختار بين الأمل في العيش في عالم أفضل من خلال التحرك أو الاستسلام. وتتركز المباحثات بين ممثلي الدول حول كيفية إيجاد نظم تبادل انبعاثات دولي فعال، وتعويض الدول الفقيرة عن الأضرار والخسائر التي تلحق بها بسبب التغيرات المناخية. توعد وزير الأرصاد الفرنسي برونو لومير واشنطن برد أوروبي قوي على تهديدات أمريكية بفرض عقوبات على السلع الفرنسية. وجاء التهديد الأمريكي كرد من واشنطن على باريس التي أقرت ضرائب على عمالقة الإنترنت الأمريكيين. ولم تقبل واشنطن القرار الفرنسي بفرض ضرائب وصفتها بالتمييزية على عمالقة الإنترنت الأمريكيين، وهي جوجل وأمازون وفيسبوك وأبل، إذ هددت بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 100% على سلع فرنسية بقيمة 2.4 مليار دولار. ويمكن أن تطاول زيادة الرسوم النبيذ والأجبان اعتبارا من منتصف يناير، بعد ما اعتبر تقرير صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الضرائب الفرنسية تعاقب المجموعات الرقمية الأمريكية العملاقة. ويتطلب دخول هذه الزيادة الأمريكية على جمارك البضائع الفرنسية حيث تنفيذ موافقة الرئيس الأمريكي، وقد يعمق تطبيقها الانقسامات مع الاتحاد الأوروبي. الخبر الأخير في هذه النشرة: ضرب الإعصار كاموري الفلبين ترافقها عواصف شديدة وأمطار غزيرة، متسببا في معطل شخصين على الأقل، فيما تم إجلاء مئات الآلاف الأشخاص إلى مراكز إيواء، وأغلقت مدينة مانيلا مطارها الدولي كإجراء وقائي. والعاصفة القوية التي هشمت نوافذ واقتلعت أسقف منازل وصلت إلى مناطق ساحلية في جنوب مانيلا التي تضم نحو 13 مليون نسمة. وقالت هيئة الأرصاد إن الإعصار كاموري تراجع شدته، لكنه لا يزال قويا، ترافقه الرياح بسرعة تصل إلى 140 كم بالساعة، وعواصف تصل إلى 205 كم بالساعة مع تقدمه إلى مناطق شمال الغرب. وفيما كان يقادر الفلبين ضرب آخر يابس جزيرة ميندورو في وسط البلاد، حيث قتل شخص سقطت عليه شجرة وآخر سقط عليه لوح خشب على ما ذكرت الشرطة. ولا تزال السلطات تقيم آثار الإعصار، لكن مطار حلي الصغير تعرض لدمار شديد، فيما سقطت أعمدة كهرباء وتضررت منازل.
مشاهدينا هكذا انتهت النشرة، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة ودمتم في أمان الله.